السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم معي فيديو جديد على القناة. إن شاء الله يلقاكم بصحة جيدة وفي أحسن الأحوال. اليوم الفيديو هو خاص بالسحب من العرض اللي مقدمه شركة ماي فاندد فيوتشر اللي شرحته في الفيديو السابق، واليوم هيكون الفيديو خاص بالسحب وشروط السحب. وكذلك ان شاء الله غادي نحاول انني نشرح فيه المصطلحات كيف ما دائما موعدكم انني نبسط لكم المصطلحات وتفهموا راسكم وتوليو تعتمدوا على راسكم في قراءة العروض ديال الشركات. وكذلك غادي يكون فيه الشرح ديال هذا العرض، هذا السحب منه اللي فيه شي حوايج مهمين خصكم تعرفوها قبل ما تاخذوا التيست، شي حوايج اللي مهمة اساسية. فلهذا اذا كنتم مهتمين ما عليكم غير تتبعوا معايا الفيديو حتى الاخر ونبداو على بركه الله. اول حاجه كاينه كما كتشوفوا عندنا جوج الانواع اللي هما قلنا عندنا هنا بيلدر ديفولت وعندنا بيلدر ادون. هادو كل وحده عندها علاقه بالدراو داون اللي كنا اختارينا. هذا ديفولت ديال 2000 دولار في الدراو داون، والثاني ديال 1500. يعني اي حاجه غادي نشرحوها غتكون وحده خاصه بديال 2000 دولار ووحده خاصه بديال 1500. فاول حاجه البرايس ديالهم الاساسي بلا الكود بون اللي كاين، الكود كوبون بلا التخفيض اللي كاين. كل واحد الثمن الاصلي ديالو هو 153 دولار بالنسبه ل 2000 دولار، وديال 1500 الثمن ديالو الاصلي هيكون هو 125 دولار. يعني الا اختاريتي هاد بيلدر بالدراو داون ديال 2000 دولار فالثمن غيكون 153، والا اختاريتيه بديال 1500 فالثمن هيكون هو 125. من بعد كاين تخفيض ديال 30% اللي هيولي الثمن ديالو 107 دولار، وديال 75 دولار هيولي ب 87 دولار. بالنسبه للديسكاونت برايس كاين حاليا ديسكاونت ديال 40%، واللي عندك الحق في استعمالين، يعني ممكن انك تستعملو جوج المرات، 92 دولار و 75 دولار. يعني ديال 1500 راه ب 75 دولار وديال 2000 ب 92 دولار. والحق عندك انك تستعمل الكود ديال التخفيض جوج المرات. دائما مصاريف الداتا ما كاينينش. شوفوا شنو اخر نحطو هنايا. اوكي، عاوتاني نفس القراءة الأولى خاصة بديال 2000 دولار في الدراو داون كما كتشوفوا، والأخرى ديال 1500 كما كتشوفوا. بالنسبة لهنا تقريبا كلشي شرحناه في الفيديو الأول اللي كيشوفوا هذا الفيديو مباشرة. إلا بغيتوا تعرفوا شروط التيست أو شروط الإيفاليويشن تلقاوها في الفيديو اللي حطيت قبل، غادي نحطو لكم في رابط نحط الرابط ديالو عفوا في صندوق الوصف. المهم يعني هنا هاد القراءة كاملة قريناهم، نشوفوا شنو اللي ضايفين. فقط ضايفين بأنه كاين من هادو تا قلناه. بالنسبة للنيوز كاينين نيوز، يعني تقدر تريديو النيوز فيهم بجوج. يعني هادشي كله مشروح في الفيديو الاول، ما كاين لاش نطولوا الفيديو. بالنسبة لهذا الجزء هذا فقلنا ان كل شيء شرحته في الفيديو السابق. يعني الفيديو السابق ذكرت فيه كاع هاد الشروط هادو. نشوفوا شي حاجه اللي مغايره بالنسبه لكل طابلو. فاحنا ولينا عارفين بان الاول اللي هو هذا ديال اللي اختاروا 2000 دولار في الدراو داون، وهذا الطابلو هذا ديال اللي اختاروا 1500 في الدراو داون. يعني هنايا هادشي كله معروف، كل شرحته في الفيديو الاخر من غير اننا ما هضرناش على النيوز. فراه مسموح لك تريدي النيوز في الحسابات بجوج. كذلك بالنسبه اوكي نيجاتيف بالنسبه للبالونس ان فوا كتجيبو 3000 دولار، 3000 دولار بروفيت اللي هي التارجت ديال الايفالويشن. ففاش كتجيبو 3000 دولار هنا كيعطيوكم الكونت سي فاندد، وبالتالي كيبدا بصفر. يعني انت الا طحتي على الدراو داون، الا مثلا خسرتي في الصفقه الاولى فيولي عندك ناقص، مثلا خسرتي 200 دولار تولي عندك ناقص 200 دولار. فهذا امر طبيعي لانك بادي البالونس بصفر. ولكن وقتاش تحرق الحساب لا قدر الله على حسب الدراو داون اللي عندك. ب الا طحتي ب 2000 دولار هنا، ولا طحتي ب 1500 هنايا.
يعني ولا عندك ناقص 2000 هنا صافي خسرتي الحساب. ولكن الا كنتي يلاه ناقص 1000 ورجعتي طلعتي فوق البالونس وربحتي، فراه ما كاينش مشكل. واخا تشوفوا داك السالب راه ما كاينش مشكل. نشوفوا شنو كاين هنايا. ستارت بالونس بجوج هما غيبداو بصفر صفر، دراو داون قلنا 2000 والاخر 1500. وقتاش كطيح سميتو ملي غتولي عندك ناقص 2000 وناقص 1500. ديري لوس كاين 1000 دولار وكتبين لك سوفت بوز. يعني هنايا 1000 دولار الا خسرتيها ما تحرقش الكونت، هيحبسوك داك النهار حتى الغد ليه تريدي. يعني عندك 1000 دولار في النهار ديلي لوس، عندك الحق انك تخسر 1000 دولار. الا خسرتي 1000 دولار غيوقفوك من التداول. بالنسبه للكونترات هضرنا عليهم في الفيديو السابق. يعني عندك الحق في 4 ميني و40 ميكرو في الكونتات بجوج. اكتيف اكاونت الاود اوكي. يعني كل واحد اكاونت بير يوزر. يعني عندك الحق في حساب واحد. هاد البلون اللي حطو هاد البيلدر ماشي بحال الخطط الاخرين تقدر تاخد حتى 5 د الكونطات، كاين اللي 3 د الكونطات. هنايا عندك الحق في كونط واحد. مهم باش تخسر الكونط اكتيف رولز هذه 7 ايام ديال الا ما تداولتيش 7 ايام هنا هيتحرق لك الكونط. يعني خصك اقل حاجه دير صفقه في الاسبوع. النيوز حتى هو مسموح فيه تريديو النيوز قلناها. نشوفوا اخر شنو هي بي اوت. حنا وصلنا للبي اوت. اوكي البي اوت بالنسبه للكونت الاول دائما كيف قلت لكم 80% ليك و20% للفيرم يعني للشركه. هنا عندنا الكونسيستنسي 50%. 50% كيفاش؟ يعني انا نحاول نشرح لكم. يعني الا انت باغي تسحب مثلا البالونس ديالك خصو يكون البالونس ديالك مثلا غادي تخدم على خصكم تخدموا باتساق. يعني نتوما ديروا واحد الهدف اللي تقدروا تخدموا عليه واللي يكون ثابت. هنا كتفادى هذيك 50%. يعني مثلا الى البالونس ديالك 2000 خص اعلى نهار عندك ما يفوتش 50%، ما يكونش اعلى نهار جايب فيه اكثر من 1000 دولار. الى عندك مثلا 3000 فراه اعلى نهار عندك في دوك اليومين اللي غتريدي، لان السحب على يومين، فاعلى نهار عندك خصو ما يفوتش 1500. الى فتي غادي يزيدوك نهار تداول اخر. هذا الشيء غنشرحو ان شاء الله في الفيديو ديال الاتساق باش تفهموا مزيان كيفاش الاتساق كيتخدم، كيفاش الى خرقتيه كيفاش تحسبوا شحال خصكم مازال. المهم هذا هو الفيديو الجاي ان شاء الله نكملوا كذلك شنو قلنا. المهم هذه النقطه شرحتها. 500 بافر ابوف بافر. اوكي اذا عندنا حنا قلنا البافر في كل واحد يعني السيفتي نيت. ففوق من السيفتي نيت باش تسحب خصك اقل حاجه 500 دولار. اقل حاجه تقدر تسحب من الحساب هي 500 دولار. ولكن هاد 500 دولار خصها تكون فوق من البافر، فوق من السيفتي نيت اللي هو داك المبلغ الاحتياطي اللي كتخدم عليه. مورا ما كتفاليدي التيست كيعطيوك مثلا احنا نوصلوا ليه ونشوفوا شحال. وكذلك شنو هادي اوكي سايت لاست بي اوت. اوكي يعني حتى في المره الثانيه ملي تبغي تسحب خص تكون عندك 500. اقل حاجه تكون عندك 500 مينيموم بي اوت قلناها 500 بالنسبه لهم بجوج. وماكسيموم بي اوت بير سيركل هي 2000 دولار. 2000 دولار يعني اقصى سحب فيهم بجوج هي 2000 دولار. هذا علاش الانسان يخدم مثلا باغي عندك الحق انك تسحب 2000 دولار ما تحمقش راسك. غادي نخدم على 1000 دولار 1000 دولار ولا نخدم على 1500 1500. يعني نخلي واحد الحاجه تبقى كاحتياطي السحب الثاني. على الاقل كتضمن انك تسحب السحب الثاني. مفهوم؟ البافر ماستر بيس ريكويست 2100. هذا هو البافر يعني السيفتي نت. يعني اللي هياخدوا الدراو داون ديال 2000 غيكون عندكم البافر هو 2100. اوكي اذا قلنا بان اللي غادي ياخد الدراو داون ديال 2000 فراه عنده البافر 2100. واللي غادي ياخد الدراو داون ديال 1500 فراه عنده البافر هو 1600. يعني فوق الدراو داون اللي عندك كتزيد 100 100. يعني كتزيد تخدم 100 100. بالنسبه للماكسيم بي اوت هي 5 لي بي اوت.
لكل حساب فيهم. يعني اي حساب فيهم عندك غتاخد 5 سحبات. وكيف العاده كنقول لكم، مورا السحب الرابع حرقوا الكونت، اما حرقوه اما ما تداولوش ديك السيمانه وغيتحرق بوحدو. مفهوم؟ يعني الا سحبتو السحب الخامس فراه كتباناو من الشركه، ما كتعاودوش تقدروا تشريو منها حساب. مفهوم؟ وغادي نتاكد من واحد الصديق لانه دابا دازت مده، لانهم كانوا قالوا لي بان كدوز واحد المده وكيعاودوا يطلقوك انك تقدر تشري منها. فغادي نسول داك الصديق واش يقدر حاليا يشري من الشركه ولا ما يقدرش. واللي عنده شك في الامر يتواصل معايا، لان ما كنبغيش نحط الرسائل اللي كيوصلوني من الناس. يعني عندي شحال من شخص تواصل معايا وصيفطوا لي بانهم تحرق ليهم الكونت. فديك الكذبه ديال بنادم اللي كنطلقها على المتداولين مساكن المبتدئين ديال راه عندهم لايفات اكاونت سالات. انا كنقول لكم الحقيقه، ما كاينش شي واحد في المغرب عنده لايف اكاونت وهو عايش في المغرب. الا عايش في المغرب وداير شي طريقه اخرى الله اعلم، ولكن عايش في المغرب وبطريقه قانونيه راه ما عندوش لايف اكاونت في المغرب. اللي كيقول لكم هاد الهضره عرفوه غير كيكذب عليكم. المهم نرجعوا نرجعوا لموضوعنا. اذا سحبوا 4 سحبات وحرقوا الكونت باش تعاودوا تشريو حساب اخر. راه كلشي خدام بهذه الطريقه في المغرب. راه كتاخد الكونت كتحرق كتسحب منه وكتحرقو وكتشري كونت جديد من غير هاد الاكونت هادو، من غير هاد البلين هادي اللي داروا جديده. فراه كاين الناس راه كناخدو مثلا كونت الاول كنبداو نسحبوا منه بفلوس داك السحب كتشري تيست اخر. ما كتجي فين تقرب تحرق الكونت الاول حتى كيكون عندك كونت ثاني. هكا كاينه الخدمه في المغرب. مادام حنا باقي التريدين ما مقننش في المغرب فهكا كنخدموا. شوف واش كاينه شي حاجه اخرى نضيفها ولا صافي. المهم هادو غير امثله. يمكن اوكي على 500 2000 500. المهم هادشي شرحته ما صعيب. 500 شرحناها 50%. ضروري هدرت عليها هاد 500 ردوا البال ل 50%. يعني داكشي اللي هتخدموا عليه ما تضاعفوش راسكم الخدمه، ما تضاعفوش راسكم ستريس. خدموا على واحد المبلغ معين. مثلا باغي نسحب 2000 باغي نخلي 1000 في الكونت. اذا الهدف ديالي اللي عندي باش نسحب غنخدم على 3000، فكل نهار غادي نجيب فيه 1500 1500. غادي نسحب 2000 ديالي اللي غيوصلني منها 1600. وعاد كتقطع لك من البنك. الناس اللي كنهضر للناس اللي كيخدموا بحالي فراه كتصيفط للبنك، ما كتصيفطش ما كنصيفطوش زعما الناس اللي ما كيخدموش بالكريبتو، ما كيصيفطوش البينونس والمحافظ الاخرى. فكنهضر على الناس فراه كتقطع لكم. يعني خدمتكم راها قانونيه، ما كاين حتى شي حاجه كتخلع. خدم بالبنك نيشان يوصل عندك واحد الكابيتال اللي داخل في انك دير التصريح الضريبي. كتمشي تصرح لراسك ها الغولفي بونكير ديالي، ها شحال دخلت، شحال عندي خصني نخلص، صافي. باقي ما وصلناش لداك بنادم كيدخل 20 مليون في الشهر 100 مليون في الشهر. راه داكشي غير هضره. اللي خدام كيدخل واحد المبلغ بسيط يخدم على خاطرو ويصيفط للبنكه نهار يعيطولك راه كتكون وصلتي كتسحب واحد 20 مليون في الشهر ولا 100 مليون في الشهر. ديك الساعات يعيطولك. مهم وصلت لنهايه الفيديو. ما بقاتش شي حاجه كما قلت لكم. هادو غير امثله على السحب 1500 1500. المهم هادو غير امثله على السحب. فما كاينش شي حاجه هنا. هذه ترانزيشن تو ليف هذه قلنا حنا ما عندناش الاكونت، ما عندناش لايف اكونت في المغرب. فان شاء الله الا كان شي حد محتاجو يتواصل معايا وغادي نشرحه ليه. وصلت لنهايه الفيديو ديالي. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. الى اللقاء، فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.